السلام عليكم ورحمة الله. تعال نشوف بقى حاجة أصعب شوية كمان. النهاردة احنا آخر مرة قلنا عايزين نشوف احنا بنشتري كاش ولا قسط، وبنشوف أنا جدول الأقساط المعروض عليا عامل إزاي. الجدول الأقساط كان الأول شفناه سنوي، دلوقتي قلت لك، كنت من شوية في الفيديو اللي فات قلت لك لا لا هيبقى كوارترلي. طيب، وقلت لك انه ممكن يكون شهري. طب مش ممكن يكون في دفعات؟ يعني الارقام اصلا ملهاش اي علاقه ببعض، يبقى الارقام مش متساويه؟ لا. وكمان يقول لك ده في دفعه نص سنويه مع الكوارتر، في الشهر، كل شهر يناير فبراير مارس تدفع دفعه دفعه دفعه، وفي بعد مارس بتدفع دفعه. ايه ده؟ ايه القصه دي؟ لخبطه. مالكش علاقه لا بالقيم، لا، والمدد كمان فيها مشكله، مش متساويه لا هنا ولا هنا. وبيني وبينك حتى الكوارتر اللي احنا عملناه ما كانش برضو احلى حاجه. ليه؟ هو كل كوارتر قد التاني؟ يعني يناير فبراير مارس قد الكوارتر اللي بعده؟ لا. الكوارتر اللي بعده حضرتك اصلا يعني بتتكلم على ابريل ماي جون، اصلا دول اشهر، اما تعد الحاجه بتاعتهم الايام اللي فيهم من غير ما نفكر 31 30 31. لما تروح الناحيه الثانيه في يناير فبراير مارس في 31 28 29 و31، قد مش قد بعض؟ مش قد بعض. طب امال ايه؟ يعني في حاله بقى اما يكون المدد مختلفه والقيم مختلفه؟ لا، مدد مختلفه وقيم مختلفه. تعالى نطلع لان دي اصعب حاجه خالص، وتعالى نشوف احنا ممكن نعمل ايه. بص بقى، مدد مختلفه وقيم مختلفه زي ما انت شايف كده، لان قال لك يا سيدي تعالى بقى اقول لك حاجه. المدفوعات اللي انا هدفعها ادي الدفعات بتاعتك بالكامل. ماشي. بعد ما تيجي الدفعات الموجوده عندك بالكامل دي سعادتك ايه اللي هيحصل؟ قال لك دي تواريخ الدفعات، سيبك بقى لا كوارتر ولا حاجه ولا كده. دفعه دي قسط 1 7، 1 10، 1 11. تواريخ مختلفه. تواريخ مختلفه ملهاش علاقه بحاجه خالص بقى، ما ساب لك الدنيا وقال لك التواريخ مره هنا دفعات وهنا ديتس. تواريخ. ما سابك مع نفسك خالص. طب وانا في الحاله دي اعمل ايه؟ هحسب نت بريزنت فاليو برضو؟ لا. هتشتغل معاها ازاي بقى؟ نت بريزنت فاليو لما كانت عندك الدنيا سليمه والدفعات متساويه والمواعيد متساويه. طب هنا المواعيد مش متساويه، هعمل ايه؟ لا، في الحاله دي بقى حضرتك هتستخدم على حاجه تانيه بقى الاخيره خالص، اسمها اكس نت بريزنت فاليو، صافي القيمه الحاليه، ولكن هتقول في الاول اكس علشان تدي لك تبقى تاخد كل الفرايتي بتاعه التواريخ بالظبط اللي انت هتدفع فيها بالظبط. ودي افضل واحده. ومن الاخر اما تيجي تشتغل بقى، انا قلت لك بلاش البريزنت فاليو وخليك في النت بريزنت فاليو. من الاخر دي احدث حاجه. اشتغل بس بالاكس نت بريزنت فاليو. ليه؟ بص، دي اكس نت بريزنت فاليو اهي بتساوي، ادي اكس ام بي في، هيطلب منك ريت، الريت اهو. هو بقى هيحسب مع نفسه، ماليش علاقه بالقصه نفسها. وبعدين تطلب منك حاجتين: فاليو الموجوده عندك، ادي الفاليوز اللي هو عايزها، وبعدين الديتس، تواريخ. ويحسبها مع نفسه، ماليش دعوه. اتفضل، ادي التواريخ. خلاص خلاص. كام؟ 2 مليون 400. ده قصه تانيه خالص، قصه تانيه خالص اساسا. هنا الحسبه بالظبط. في الغالب لما يجي لك جدول اقساط شايفه، وفي الغالب بيبقى كده بيني وبينك، مختلف ودفعات وحاجات مختلفه، ولا حاجه خالص. حط الدفعات، التواريخ قدامها، الجدول يجي لك تستخدم اكس نت بريزنت فاليو. هنا الخصم يعتبر 594، يعني 20%. ده الافضل، ده افضل حاجه خالص عشان تريح دماغك لما يكون الاماونت نوت ايكوال، الديوريشن نوت ايكوال، والديت اصلا ديفرنت ديت، مختلفين في كل حاجه. تستخدم الاكس نت بريزنت فاليو، هي الافضل علشان تقول لك هو مين فيهم القيمه الافضل في الدفع. اشكركم شكرا جزيلا.